النادي الأهلي بيكسب 2-0 قدام يانجا أفريكانز في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. فوز مهم، وأنت أدائك مش حلو، ودي حاجة مهمة إن الأندية الكبيرة تكسب وهي مش حلوة. عشان بتلعب على أرضك. دور المجموعات ده لازم تجمع فيه نقط على قد ما تقدر عشان في الآخر ما تستخدمش آلة حاسبة. الشوط الأول ما كانش حلو خالص من أداء الفرقة، وده يعني نتيجة إن الفرقة لسه جاية من بطولة أفريقيا، وطبعا لسه عندها كان ضغط مباريات وكده. وسابا شوبيركا قال لك في الشوط الاول وشال كورتين، وجبنا جون في اواخر الشوط الاول عن طريق تريزيجيه. الشوط الثاني تحسن الاداء اكتر واكتر واكتر، وعرفنا نجيب الجون الثاني عن طريق تريزيجيه برضو، اسيست امام عاشور، اسيست عالمي. خلص الماتش 2-0. فنتيجه مهمه، نتيجه صعبه. عرفنا كده، وده كده ترتيب المجموعه. احنا الاول 7 نقط، يانج افريكانز الثاني 4 نقط، وشبكه القبائل والجيش الملكي نقطه ونقطه. مهم بالنسبه لنا قوي، هم لو تعدوا احنا كاس عرضنا يعتبر بنسبه 70%. لازم نكسب الجيش الملكي الماتش الجاي هنا في مصر، يبقى خلاص، يبقى اكدنا الصعود بتاعنا. هذا هو حارسي الصراحه، مستوى شوبير بيكمل على الفورمه بتاعته بتاعه افريقيا. لازم يكمل ويستمر في حراسه على النادي الاهلي، ويبقى الشناوي دكه على طول. واول ما يغلط مصطفى شوبير الشناوي يرجع يلعب، او يلعب مثلا يعني 3 ماتشات زي ما انا قلت قبل كده. محمد هاني استمر في الاداء بتاعه اللي هي قبل بطوله افريقيا وفي بطوله افريقيا. عمل اسيست جون اول، جون عالمي تريزيجيه بالهيد. جمله معتمده، جمله على طول متعودين عليها مع يسكروب، سواء زيزو او هاني بيعملها لتريزيجيه وبيجيبها بالهيد. تريزيجيه بقى هداف دوري ابطال افريقيا ب5 اهداف. والجون الثاني طبعا الارقام العالميه بتاعت تريزيجيه. مبروك يا اهلاويه، مبروك الفوز. عقبال ما نكسب الماتش الجاي قدام جيش الملكي. بس يا ريت الاداء يتحسن. طبعا الصفقات، راح مننا عقب فخوري، وراح مننا كمان حامد حمدان. يا ريت نخلص في الولد الجزائري المهاجم ده. متنساش دعمني بدايك واكسبلور وفولو. سلام.